من السعودية وهي صغيرة واعتمدت على إمكانياتها لما كبرت. قصة مهرة فتاة التيك توك. مش هتصدقوا بتكسب كام في اللايف الواحد. لو كنت سهران وفاتح التيك توك يبقى أكيد مر عليك ملدن التيك توك. بنت اسمها مهرة هتلفت نظرك وتشدك مجرد ما تشوفها. معروفة بلقب ملدن التيك توك أو صاروخ السوشيال ميديا. يا ترى مين هي مهرة وإيه قصتها؟ يلا بينا نعرف كل حاجة عنها في الفيديو ده بالتفصيل. مهرة كانت بتعيش في السعودية مع أهلها وفجأة هربت من البيت، ومن وقتها أهلها اتبروا منها وقالوا لها أنت من طريق وإحنا من طريق. بعدها مهرة قررت تعتمد على نفسها وعلى إمكانياتها اللي فتحت ليها باب المجد والشهرة. أول ما هربت قررت تعمل تيك توك وتعتمد على إمكانياتها وتطريها شوية على الشباب، وبقت من وقت للتاني تفتح لايف والشباب تتفرج وهي تكسب الدولارات. مهرة بنت سعودية عاملة حساب على تيك توك اسمه المهرة وفاتحة لايف معظم اليوم وبتتكلم في أي حاجة سواء كانت في بيتها أو في أي مكان تاني. مهرة بتظهر وهي لابسة ملابس جريئة جدا وسايبة شعرها ولابسة كمامة سودا. مهرة رغم إنها سعودية وعايشة في السعودية من صغرها إلا وإنها دايما مخالفة لأهلها ومش عاوزة تلبس لبس ملتزم زيهم، وياما حصل مشاكل بينها وبين أهلها لحد ما كبرت قالت ما بدهاش بقى، لازم أمشي وأشوف حياتي، وده اللي خلى أهلها يتبروا منها. وفعلا مهرة سافرت أمريكا واشتغلت موديل أزياء وبقت معروفة جدا بسبب ملامحها الخليجية، ولكن مهرة شافت إن أحلامها أكبر من كده بكتير وعاوزة فلوس أكتر، فعملت حساب على التيك توك وخربت الدنيا خالص. مهرة بتظهر بالعباية السودا في اللايفات، بس مجرد ما تفتح العباية بيظهر بلاوي زي ما بيقولوا تحت العباية حكاية. وخلال وقت قصير جدا مهرة قدرت يبقى ليها متابعين كتير من الشباب والبنات بمختلف دول العالم. متابعيها وصلوا الملايين، وكل فترة بتعرف ازاي تجذب عدد أكبر وأكبر، وبقى الشباب يستنى ميعاد اللايف بتاعها بفارغ الصبر. وبقى اللايف الواحد يجيب لها حوالي 50,000 دولار، يعني في الشهر بتعمل رقم خيالي جدا. مهرة بقت بتدخل تحديات مع الشباب والبنات خلال اللايف، وكل ما تخسر تنفذ حكم من أحكام متابعينها، واللي طبعا بتكون أحكام على هوا الشباب. وهي أهم حاجة عندها تجمع فلوس وثروة علشان تأمن مستقبلها، وسابت شغلها وبقت متفرغة 24 ساعة لللايفات بتاعتها لحد ما بقت أشهر من النار على العلم. مهرة رغم إن ليها ملايين المعجبين بس دايما بيظهر متابعين سعوديين خلال اللايف بينتقدوها ويشتموا فيها لأن ازاي بنت سعودية تعمل كده ومفيش أي احترام لعاداتها وتقاليدها. ولكن مهرة مش بتهتم بأي انتقاد وبتتجاهلهم تماما. وفي نهاية الفيديو ترى ليه في بنات كتير الفترة الأخيرة بتعمل زي مهرة، والمهم دايما بقى الفلوس وبس بغض النظر عن محتوى اللايف اللي بتعمله.